قضية الرزق قضية قضاء وقدر وغيب، بمعنى أنه إنسان كيكون موظف أو عنده تجارة وحاسب هو المدخول ديالو عنده كذا وكذا درهم شهريا، كيقول إذن كيبدا يبني هذا الاستنتاج هنا كيبدا الغلط. إذن ما يمكنليش ندير الدار، ما يمكنليش ندير بناء على هذا الحساب. هذا الحساب غلط يا أخي الكريم، لأنه أنت لما بديت كتستنتج ما كتستنتج شيء الحاضر، لا كتستنتج أمور ديال المستقبل. خاص تكون الثقة في الله كبيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ضيقه، من همه، من كربه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا من والجواب ديالها كيعني الشرط، ويعني جواب الشرط فيه كيفيد في العربية اللزوم، يعني ربي تعالى كيتعهد لك، كيعطيك العهد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واش كتكذب ربي؟ حقق الشرط أولا تجد جوابه حتما، لأن من القواعد ديال اللغة أنه الجواب ديال الشرط حتمي ما كيتخلفش، خاصة زيادة عن العربية أنه فعل منسوب لفاعل هو الله، يجعل له شكون هو رب الكون فضامن لك. ولكن تحقق الشرط الأول، لأنه الشرط الأول مشروط من يتق الله، فهل أنت من المتقين؟ أول معنى يتحقق في التقوى أن تثق بالله. إذا كتجرب ربي يخسرك، ما تجربوش سبحانه وتعالى تجريب تشكيك، ولكن جرب نفسك، جرب الإيمان ديالك. نعم التجريب في الإيمان صحيح، ولكن جرب راسك أنت، ماشي جرب ربي سبحانه وتعالى. ما معنى تجرب راسك؟ دخل بالتقوى إلى العمل. خسرت ماشي تراجع الله، راجع أنت، راجع نفسك وراجع نفسي. نقول إذن هاديك ومن يتق الله ما كملتهاش مزيان، واحتمل لما دير المراجعة تلقى التقابي، تلقى راسك في الساعة الفلانية غلطت في كذا في كذا في كذا في كذا. إذن لم تحقق الشرط، وإذا لم يتحقق الشرط ليس بلازم أن يتحقق المشروط، منطقي وطبيعي. ومع ذلك الله عز وجل ويعفو عن الكثير بقدرته وبرحمته، واخا ما كتكملوش شيء الشرط ما كتكملوش وربي كيعطيك. والحديث الصحيح المليح ان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لا استقيموا تقدوا ولن تحصوا، زعما ما غاديش تكملوا، واخا تستقمنا بدات غلط. استقيموا ولن تحصوا، لان ربي تعالى غيقبل منك الجهد ديالك الضعيف اذا اخلصت النيه له، يقبل منك. المشكل انه النيه مدخوله، المشكل انه ما عندك ثقه بالله، مازال متردد واش الله قادر سبحانه يعطيك. إذن عندك مشكل في توحيد الربوبيه، بعد انت مازال ما عارفش الله اذن شكون هو سبحانه وتعالى. فهذا اذن امر بعدا تراجع فيه الفهم ديالك للدين، وتراجع فيه استقرار العقيده ديال الاسلام في القلب ديالك. فاذا لم تكن لك ثقه بالله في قدرته وعظمته وقدرته المطلقه الخارقه لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. توكل على الله تعالى توكل كلي، توكل فان، كتفنى في الحقيقة ديال التوكل حتى يظن بك الجنون. ملي تكون مع الله غير خليهم يقولوا، لأنك مع الله سبحانه وتعالى تعرف من تصاحب ومن تعبد ومع من تشتغل وتتعامل. آنئذ سيتجلى لك البرهان في حياتك، وترى ببصيرة قلبك أن هذا الذي وعدك صدقك، والله لا يخلف الميعاد، لأنك صدقت الله في التوكل، وصدقت الله جل وعلا في الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا.